السلامة البنات، إن شاء الله نلقاكم لاباس وبصحة وعافية. وصفة اليوم تاكوس البسكري معروف ياسر وداير ضجة في هذه المدة. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. ودوكا راح نبدو أول حاجة بالعجينة اللي هي عجينة تاع شخشوخة، ولا الوراق تاع شخشوخة اللي ما فيه نخدموهم عادي. بالنسبة للمقدار أنا رايحة ندير كيلو تاع دقيق. نتوما ديروا غير مقدار صغير فقط قيس ما تخدموا السندويشات تاعكم. انا يعني دركا راكم على بالكم بالعيد الاضحى على الابواب، يعني هكا كل مره نخدم شويه تاع شخشوخه وخبيه ما يجي العيد نكون ديجا كملت. هنا حطيت كيلو تاع دقيق تاع كنزة ومعاه شويه فارينه، لانه الدقيق هذاك جاي متوسط ويشرب الماء ياسر. ديروا معاه الفارينة هكا باه يعاونكم. اول حاجه نلم هذاك الفارينة بالدقيق مع الماء فقط، ما ديروش الملح. وهذه الوصفه البنات غادي مصورتها قبل موجوده في القناه الشخشوخه على طريقتي كيفاش ديروا العجينه من الاول للاخر. حبيت اليوم نعاودها لكم فقط لانه فيديوهات شويه قديمه، والمبتدئات هكا يزيدوا يشوفوا اكثر النصائح. نلموا بالماء العادي ملعين. في الاول البنات انا منحبش نديرها يابسه، نديروها شويه طريه، لانك اذا درتيها يابسه راح تديلك الوقت ياسر باش تعجنيها. نحبوا نختصروا شويه الوقت، نديرها طريه في نفس الوقت، ما ديروهاش طريه خلاص لان بعد بتعاوناش تطلق روحها. خلوها طريه وحكمه روحها في نفس الوقت. لميت انا العجينه كما راك بتشوفوا هكا. ليتر تاع ما لمتها لي كما قلت لك بالدقيق هذا يشرب شويه الماء، ونرجع توا نعجنها. يعني دي ترى خدمت لي المرحلة الأولى فقط. نعجنها كيما هكا البنات، ما نعجنها مليح. بعد ما نعجنها كيما راكم تشوفوا كيفاش طريتها كيما نقولوا نحنا. نحطوها بعد في كيس. دوك نشوفوا الخطوة اللي بعدها. يعني دائما نديروا هذه الخطوة لأنه الكيس نديروا فيه شوية ماء، في الساشية هذيك نديروا شوية ماء، ونزيدو نحطوا العجينة ونزيدو نرشوها بشوية ماء هذيك، وخلوها العجينة تاعنا على كيف ما حبيتي. أنا خليتها تقريبا ساعة كاملة. لقيتها تلقى روحها ما شاء الله. تعاونكم هذه الخطوات انكم ما تبقوش نتوما تعجنوا فيها. تصفي بعد تحلوها تلقوها تلقى روحها، ما يعني ما تطوليش في العجن نتاعها. اذا كان عندك البتران ماذا بك تحطيها في البتران في المرحله هذه وتبقي تعجني فيها حتى تتحصل على القوام المطلوب. هنا راح نحط الملح. هنا في الخطوه هذه فقط نديروا الملح. الملح تاعي انا راهو نوعيه مشي ملاحه، ماهوش مالح. على هذيك شفتوا لي زودت شويه الملح. نحلوه بالماء كيما هكا باه يذوب باش ما يبقاش لينا حبيبات في وسط العجينه. وهذاك الماء البنات تبقى نعجن فيه في الكسرة حتى نحسها بيلي شربت هذاك الماء كامل. يعني ما تضيفوش الماء حتى تحسوا العجينة تاعكم شربت الماء. في كل خطوة تضيفوا الماء، خلوا حتى تشرب العجينة هذاك الماء، وبعد تضيفوا الماء المرحلة الأخرى. يعني نهز في الملح ونحطه في الجهة هذيك باش تقدر تشربوا العجينة. وهنا حسيت الملح مازال كما نقولوا نحنا العجينة شربت الماء وبقى الملح، أولت ضفت الماء. نقعد هذه المرحلة كيما راك بتشوفوا حتى عجنتها كامل مليح وشربت هذاك الملح وزدت لها الماء. يعني بقيت نزيد لها الماء حتى عجنتها مليح وزدت لها المرحلة هذه. زيدوا نحطوها في الساشية، حطوا لها الماء من الأول بس ومن المرة الثانية. والمرة هذه خليتها واحد ساعتين ولا ثلاثة، لأني كنت مشغول هذاك اليوم، كنت نخدم فيها براحتي. كيما راك بتشوفوا العجينة راهي ديجا فيها الفقاقيع هذيك، يعني راهي بدات تعجن مليح. بعد 3 سوايع يعني كي خدمت أموري وكملت، رجعت ليها نلقاها يعني طالقة روحها ما شاء الله. وزدت لها هكا عجنة خفيفة فقط. هذه المرحلة الثالثة. لقيتها لازم في كل مرة تنحوها من الساشية تعاودوا تعجنوها، ما تقدروش تخدموها بطول، ما تقدروش تخدموا بها ديريكت. هنا ضفت لها الماء، بصح المرحلة هذه ما تضيفوش الماء بكثرة، يعني قيس ما تشمخوا ايديكم فقط باش تمشي معاكم العجينة فقط. المرحلة هذه البنات صايي كملت العجينة كيما راكم تشوفوا كيفاش راهي ما شاء الله. ما تعبتنيش خلاص، يعني كل مرة نخليها ترتاح على قد ما تخلي لها راحة تعاونك بعد بالعجين. دوكا دهنتها كامل بالزيت ونبدا كيما نقولوا نحنا نكعبروها. ماذا بيكم ديروهم كعابر صغار خلاص، لانه بعد راح يطلقوا رواحهم وبعد يعاونوكم، خاصة اذا كان الطاجين تاعكم صغير كيما تاعي انا. الطاجين تاعي صغير، نقصت في الكعابر على قد ما نقدر هكاك. ساعات تجيني اكبر لانه بعد راح يطلقوا رواحهم.
بعد ما نكعبروهم كيما هكا ندهنوا البلا تاعنا بالزيت، وبعد بعدوا على بعضهم بعدوا على بعضهم بقعابير ما تلصقهمش حتى بعضهم، زيدوا ندهنوه بالزيت ونغطوه بساشية ولا كيس بلاستيك باش ما يديروش لنا القشرة. لهنا عاد البابي كويسون البنات درتهم على نصف دائرة، لأنه البابي تاعي ماهوش يعني عريض. إذا كان عندكم البابي العريض ديروه مدور دويرة واحدة، ولا تقدروا ديروها كاري. أنا حبيت نديرها مدورة، يعني ما جاتش في بالي نديرها كاري، يعني بعد ما كملت برك تفكرتها. نبدو هكا نحطو طاجين على النار، نحطو له نار ناقصة خلاص طاجين، نخلوه يسخن ونقصو عليه النار. نبدو نحلو العجينة كيما راك تشوفون، ساهلة خلاص. نحلو أكثرية على الجوانب، الوسط ما تمسوش وياسر. وهاني درك نزيد نشوفو مع بعضنا المراحل. لازم دائما تدهنوا البابي كويسون تاعكم بالزيت مليح مليح، باش بعد كي تنحوه ما يبقاش لاصق في العجينه. نحطوا حبه تاع العجينه، نبدو من اول حبه خدمناها البنات، يعني تكون هي مرتاحه اكثر من الحبات الاخرين. شوفوا اول ما نبدا شويه هكا نحلها، نخدم شويه طوطو، نبدا نجبد على الجوانب، ما تمسوش ياسر الوسط، لانه بعد اذا رققتوه ياسر هذاك الوسطاني راح يتكسر لكم. والبلاصه هذيك اذا تقطعت لكم صايي ما تزيدوش تحلوها، اذا حليتوها راح تتقطع. لا خلوها كيما هكا. هذوما الحبات الوالا مازلت البنات مشني مولفة على الخدمة، شغل حبة تجيني مشي مدورة، حبة تجيني معوجة، أما بعد عدلتهم جوني قد قد. دائما كي نبدو نخدمو يدينا ما زالت مشي مولفة على الخدمة فقط. دوك بعد نوريليكم كيفاش تزود تحطوها في الطاجين. هذه أنا طيبتها بالحبة، يعني ما طيبوهاش كي البرنوس كيما تاع الشخشوخة كعبة فوق كعبة. أنا نفضل أني طيبها بالحبة خير باش فيك العجينة طيب مليح. وبعد نهزها كيما هكا، شوفوا هكا هزينها ساهل خلاص. نحطوا العجينة، نحطوا عليها شوية زيت، ما تكثروش ياسر الزيت باش ما تجيش يعني تقطر بالزيت، خاطر ديجا هي في المراحل كلها دايرين لها الزيت. شوفوا كيفاش طريقة البنات تاع عجينة الدقيق، يعني ما تقطعت لي حتى حبة، ما شاء الله يمشي معاك. واذا حسيتي دقيق العجينة تاعك يعني جريتيها شوية، يعني كما نقولوا نحنا مشيتيها في القوام وزدتي عليها شوية، تحسها يعني راح تتقطع ليك، ديري بابي كويسون. هنا كيفاش راني نحط فيها، النار لازم دائما تكون ناقصة خلاص، باه تطيب ليكم باش ما تغدركمش. ونحو البابي عادي هكا نورمال، ثم نبدو نقلبوه، على خاطر كيما شفتوا الطاجين هنا راهو سخون، هاني كنت طيب كتاش من مرة يبدا الطاجين يسخن، ثم تبدو تنحوها كيما هكا وتجبدوا بالعقل. انتوما اخدموا بيديكم نورمال، انا منحبش نمس الطاجين بيدي، ما ولفتش بيه. اما من بعد راني كي خدمت البقية خليت يعني روحي نوالف عليه. خدمت هذو الكونتيتي اللي راح نخدم سندويشات البنات حبة وحدهم، والباقي العجينة درتها كما نقولوا نحنا البرنوس تاع الشخشوخة. نحطو نقلب وزيد نحط فوق منه العجينة وزيد نقلب هكا حتى كملت الكمية اللي عندي. تو نشوفوا بعد النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد ما طيبنا العجينة كامل. وهذه هي النتيجة البنات بعد ما طيبت كمية كامل. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. وهذا اللي خدمته كامل، وهذا اللي درته البرنوس، يعني درت كونتيتي صغيرة فقط، يعني مش في كل مرة تجيو كمية كبيرة، راح نفصلهم على بعضهم ونقطعهم كما نقولوا نحنا هنا. بعد ما قطعتها هذه تاع الشخشوقة راح نخبيها بالكونجيلاتور. كل مرة هكا نخدم مقدار صغير حتى نكمل. وهذه اللي خدمناها مع بعضنا راح نخدموا بها التاكوس. تاخدوا تخدموهم هكا كونتيتي كبيرة وتخبوهم في الكونجيلاتور وقت تحبوا طيبوا بيهم. هنا عندي طماطم مقطعة، عندي فلفل حار مقطع، عندي معدنوس، وعندي الشحمة هذه طيبوا بها بعد. عندي دجاج طبيعة الحال مقطع قطع صغيرة، حطيت عليه نص كاس تاع خل الصويا، رايحة ندير عليه شوية توابل دوك نشوفوها مع بعضنا. هنا عندي هريسة نحبوها يجي شوية حار، وعندي ملعقة تاع مطارد. مطارد تقدري تستغني عليه إذا ما كانش عندك، تعوضيه بالخل، إما تعملي خل عادي ولا قارص ولا خل الصويا. عندي ملح، تابلو كروية، زنجبيل، كمون، عندي زعتر، فلفل أكحل، توابل الدجاج، الثوم، مرحي، كركم، وبابريكا الحمراء. ديروا حتى الزيت، أنا في المرحلة هذه ما درتش الزيت لأني بعد راح ندير شوية زيت في الطاجين وندير الشحمة، يعني يجيني قد قد، يعني مش ما تجينيش ماكلة ميتمة. نحركوا التوابل هذه في الدجاج لازم تقطعوه مربعات صغيرة على قد ما تقدروا، وتخلطوا هذه التوابل وتخلوه هكا ساعة ولا ساعتين حتى يتبل مليح هذاك الدجاج. لهنا بعد جيت الطيب سخنت الطاجين اللي طيبوا عليه المحاجب، نحطوا شوية زيت ونحطوا هذيك الشحمة ونحطوا الدجاج تاعنا. لهنا لازم تقووا شوية في النار
النار متوسطة، يعني مش هي عالية وما هيش هي ناقصة، باش هذاك الدجاج يدي هذاك الكو تاع الشوا، خاطر إذا نقصت النار راح يطلق لك مع هذاك الدجاج. ولازم تعملوا هذه الخطوة بالملعقة باه يتفرق الدجاج على بعضاه، ما يجيش طايب ولاصق في بعضها. هنا عادي هذه اللي نخدموا بها البنات أحسن، سهل لينا. وهذيك الشحمة نحطوها بعيد، بعد راح نزيدو نخدموا بها فقط، يعني سهل خلاص. الدجاج هذا يعني معروف تاكوس البسكري. وداير ضجة ياسر ليا بد هذه، وعندي مدة كنت حابة نخدمه لكم، ولكن تعطلت شوية، هذا وين كتبت. دوكا البنات خلوا هذيك الدجاج يتشوح هكا شوية، نروح نحطوا الفلفل هذاك المقطع، هذا مش يعني حار ياسر، تقدر ديري فلفل حلو، تقدر تستغني خلاص على الفلفل والخضرة ديري، هو في الأصل يجيب الخضرة. نحطوا فلفل وطماطم. الناس كل عندها الطاجين تاع المحاجب، يعني انت تخدمي عليه احسن من المقلة بألف مرة. الطاجين هذا نشوي عليه في العيد تخدموا ليه قداش من حاجة. حطيت شوية زيت على الفلفل والطماطم، وراح نزيد نضيف ليهم شوية ملح وشوية فلفل أكحل، باه ما يجونيش من صمتي، لأنه الدجاج ما كثرتش فيه الملح. نخلو كل شيء يطيب على بعضه، ولازم تخلي دجاج هنا راه مازال ناقصة يا البنات، ماهوش طايب خلاص. تخلي هذيك الطماطم تذبل مليح مع الفلفل. بالنسبة للطماطم نحو لها هذيك القلب نتاعها باش ما يطلقش ياسر الماء. نروح انا نطيب الدجاج، خليه يطيب في راحته، ونرجعو في الخطوة اللي بعدها. هنا بعد ما طاب لي البنات زدت رحت هزت شوية من توابل الدجاج هذاك. حسيت اللون تاعو شوية ناقص، حبيت نضيف له شوية الكو فقط. ونخلو الطاجين تاعنا يطيب، ونشوفوا المرحلة اللي بعدها اللي باش نبدو يعني نديرو المونتاج تاع التاكوس تاعنا. هنا بديت الطيب البنات، نحطوا اول حاجه الورقه نتاعنا. لهنا بالنسبه لي انا البنات الورقه راهي خدمتها قبل بنهار، لاني كما قلت لكم كونتيتي كبيره تاع الدقيق، يعني خدمت على نهار طيبت التاكوس الورق، ونهار خدمته. يعني من الافضل نتوما تخدموا العجينه تاعكم في نفس اليوم راح تخدموا فيه السندويشات تاعكم، لانها اذا تبات كيما راكم تشوفوها كانها ناشفه، وكانها تبان فيها هاك الحاشيه الخشينه، وهي راهي نورمال. يعني نتوما حبيتوا تخدموا اخدموا كونتيتي صغيره فقط، كيله صغيره. هذه يعني الحاجة باقي اللي ما عجبتنيش انا، يعني فقط يعني باقي كامل جد مليحة، بعد كي طيبتها جد مليح. تحطوا هاك كنت نهضر ليك مع العجينة ونسيت ما وضحتش ليكم، دوك نشوفوا بعد في المقطع اللي بعده. نحطوا الورقة عادي، نطبقوها كيما كعبة البوريك، نحطوا شوية فرماج رابي، نحطوا الخليط تاعنا. تقدر ديري اي صوص حبيتي، الهريسة ولا صوص مايونيز، صوص الجيريان كيما حبيتي. دوك نزيدوا نشوفوا المقطع هذا اللي بعده. نخلوا العجينة تاعنا اول حاجة تسخن شوية. في الوقت هذاك نحطوا الفرماج، ماذا بكم تخدموا بفرماج باهي، تقدروا ديروا حتى فرماج طري نورمال. والحاجة بتاع الحبة تتحكمي فيها، إذا حبيتها صغيرة طبقي فيها شوية في الأول، حبيتيها كبيرة خليها. هنا نهزوا شوية تاع الحشو هذاك اللي طيبناه، نزيدوا معاها شوية بطاطا، ونبدو نقفلوا الحبة تاعنا. بالنسبة للحبة تحبها حمر تحبها صفرا كيما حبيتي، كل واحد والذوق تاعو كيفاش يحب ياكل. خلوها كيما هكا، تحطوها بركة في الصحن التقديم. بعد كي تكملي تاخدي ترجع تعاودي تسخنيه نورمال، سهلين. والطاجين تاعك تاخدي ساعة على ساعة دير عليهم شوية تاع زيت. وهذا هو الشكل النهائي تاع التاكوس تاعنا البنات، جاء ما شاء الله بنين. وهذاك الفرماج ذايب من الداخل، فقط كان ناقصها شوية صوص هريسة ولا مايونيز، انا ما حبيتش ندير. هنا راح نقص لكم حبة باش تشوفوها من الداخل، تجي بنينة على الاخر، يعني كل اكلة وعندها الجو تاعها. يعني اذا خدمتي بخبز التورتيلا راح يجي جو، اذا خدمتي بالخبز هذا جو مخالف خلاص. هذا يعني اكلة جزائرية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة البنات، اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تابعوني على الانستغرام والتيك توك. والان خليكم في رعاية الله وحفظه، باي باي.